خواتي المغربيات، خوتي المغاربة، السلام عليكم. اليوم بغيت نرد على داك الفلسطيزي والمصيبة ديالو، هذيك بنتو اللي طاولت على المغاربة والمغرب. هي قالت سيدي حنا مطورين عليكم بزاف، وانا كنتسائل ملي فلسطيز وغزة مطورة على المغرب اش كديري في بلادي؟ هذا غير كسؤال. وزدتي وهنتي داك الاخ المغربي اللي عايش في ديار المهجر وقلتي انه متشرد. كنا كنتظروا من باها ملي غادي يخرج غايدير واحد التصريح دبلوماسي لائق. ساعة قال لك هي سبات المغاربة، وشنو غيوقع؟ زعما شنو غديروا؟ كيقول لك سيدي بنتو جالسه في الدار ديال باها. هذاك الفلسطيزي نسى راسو ملي يلاه جا للمغرب وجا معاه كاع الامراض ديال فلسطيز وتعالج في مستشفيات مغربيه. الطبيب المغربي هو اللي عالجو. ملي حنا كنت نفخو بالماكله ديال المغرب وشبع، ولا دابا كيطاول علينا حتى هويا وكيهز عنا فمو، بدل ما يقول شكرا للمغاربه وبدل ما ديك البغله ديالو يردها للصواب، زاد فيه حتى هويا وقال لك سيدي هو عايش بكتافو. وكيقول في مقال واحد اخر شوفوا بعدا نتوما الشوهه اللي عايشين فيها. انا كنتسائل المغاربه خوتي شحال ديال الدل باغيين تستحملوا؟ بدل ما توقفوا عند حدو، على الاقل تخرجوا عندهم القنوات ديالو باش يعرف ان الله حق. بغيت انا نذكر ديك الجربوعه ديالو اشنو دار المغرب فلسطيز. اول مطار تبنى في فلسطيز كان مطار في الضفه الغربيه بفلوس ديال المغاربه اللي اليوم نتوما كتهينوهم. والمغفور له الحسن الثاني قدم طياره ديال بوينغ هديه للسلطه الفلسطينيه. وهذيك جامعه الزراعه اللي كاينه في غزه واللي تبنات على الطراز المغربي كانت تبنات من المال الخاص ديال جلاله الملك محمد السادس نصر الله وحفظه. والمستشفى العسكري المتنقل اللي يكون دائما عندكم في غزه باطور ودكاتره مغاربه، واللي اللي عنده كاع اقسام ديال العلاجات من اموال الشعب المغربي. وترميم الاحياء في القدس كتتم باموال الشعب المغربي كذلك، بغض النظر على ان اكثر من 90% من مساهمات بيت المال المقدسي جايه من المغرب. بالاضافه لديك الرحلات اللي كيديرها المغرب الاطفال ديال فلسطيز باش يجوا في الصيف يفوجوا على راسهم. انا بنذكرك اللي كتقولي بان فلسطيز وغزه مطوره على المغرب، باش نفيقك. وإلا كان كاع التطور انا كنتسائل سيري عيشي في غزه سيري عيشي في فلسطين. اما البغل ديال باك اللي كينعت المغاربه بالجهاله، غير تنذكرو بان هو اللي هرب من غزه وخلى ولادو كيربيهم ليهم راجل واحد اخر. باش تعرف ما عندكمش النخوه، باش تعرف اسم النخوه والرجوله ما عندكمش، عندكم غير البلا بلا، غير كتهضروا حبيبي، غير كتهضروا. كاين شي راجل يهرب ويخلي ولادو في غزه؟ كاين شي راجل يهرب ويخلي مرته مع الدراري لراجل واحد اخر؟ فين هي الكرامه؟ انت ابو الركابي الى عندك ذره ديال الكرامه غتهز قلوعك وغدير فيك النفس ديال المغاربه الحرار وتمشي لغزه وتمشي لفلسطيز، ما تبقاش جالس بلادي. وإلا كتقول عايش بعرق كتافك، انا كنتمنى من السلطه ديال الضرائب تجي وتراقب المداخل ديالك باش يوريونا منين كيجيوك الفلوس. واش من مواقع التواصل الاجتماعي ولا من الخدمه ديالك اللي ما كتخلصش عليها الضرائب؟ هذه غير من ناحيه. لهذا انا كنتمنى المغاربه الاحرار والمغربيه الحرائر يتدخلوا
ويخرجوا على الاقل يبداو كاع القنوات اللي مشاركين فيها يخرجوا من عنده باش يوريو لمو ان الله حق. اما ديك المصيبه ديال ام شانطه اللي جابتو لنا راه هي اللي مسؤوله. هذيك ام شانطه اللي كانت خدامه في القهاوي هي اللي مسؤوله. جايب لنا مصيبه كيهل المغاربه ببلادهم. علاش كنقول لكم المشارقه راه لا يؤتمن ليهم؟ علاش كنقول لكم المشارقه راه ما في دير منهم ثقه؟ المشارقه راه كيسخنوا لهم الحناك ديالهم ويبداو عليك. طبعا راه ما كنعموش، كاينين ناس اللي عايشين في المغرب وكيحترموا المغرب وكيعرفوا يهضروا وكيعرفوا يتكلموا، ولكن بحال الفلسطيزي هذا مصيبه كارثه. كيمثل ديك الشريحه ديال المشارقه اللي باغيين يهينوا المغاربه ويهينوا التمغربيت. حنايا الفلسطيزي ما كنقولكش بغي بلادنا بغي المغرب، هادي راه واضحه للعالم، راه كل واحد كيبغي بلادو، ولكن تكون اللباقه تحترم البلاد اللي عايش فيها في الشفاوي وفي التطبيقي. ما تبقاش غير تخربق، ماشي تخرج وتقول انا على قبل ولادي انا ندير لكم ونفعل لكم ونترك لكم، وعلى قبل ولادك انا خليتيهم واحد راجل واحد اخر كيدير لمرتك حاحه وخليتيهم وجيتي هنايا. كنتي راجل كون بقيتي مع ولادك وتكون سند للمرا ديالك، ماشي هربتي وخليتيها. ها الرجوله.